عملت كيكة السفندي قبل كده؟ ولا انا والله ما عملتها ولا جربتها، بس هنعملها مع بعض النهاردة ونجربها هنشوف هتطلع شكلها ايه معانا. عندك كده كمية من السفندي، انا طبعا السفندي كتير في السوق الايام دي. انا جبت 5 كده من السفندي او 6، حسب الصينية اللي انت هتعمليها وحسب الحجم بتاع السفندي اللي عندي. السفندي اللي عندي مش كبير قوي يعني، فجبت 6 وحدات. هتجيبي كده العصارة بتاعة البرتقان دي، وتبتدي ان انتي تعصري فيها السفندي كده. طيب لو ما عنديش العصارة بتاعة البرتقان دي، هاتي مصفى حطيها على اي طبسية عندك كده او طبق، وعصري فيها السفندي بنفس الطريقة. هتاخدي منه المية بتاعته بس، والبذر والتفل كده والشوايب اللي فيه هتفضل معاكي في المصفى فوق. تمام كده، طبعا كله مية وطري وبتعصر معاكي بمنتهى السهولة. انا هعصر كده الست سفنديات اللي معايا دولت. حابه انتي بقى هتعملي اكتر، عندك اكتر هتعملي صينيه اكتر. انا هعمل صينيه كبيره على فكره، بس انا مش هعمل صينيه من اللي حروفها عاليه، انا هعمل صينيه من اللي بيتعمل فيها البيتزا والبسبوسه والهريسه والكلام ده. ليه؟ اولادي مش عايزين الكيكه تبقى عاليه، يعني مش عايزينها تبقى تخينه، بيحبوها سمكها يكون رفيع مش عالي. فانا هعملها في الصينيه اللي هي حروفها بتبقى واطية، دي اللي هي بتاعت البسبوسة والهريسة والكلام ده. هنشوفها مع بعض هتبقى جميلة جدا، حلوة بجد. عصرت كده السفندي معايا اهو، سهل اوي حلو اوي. سفندي مسكر وجميل، هيفرق معانا برضو في الطعم. عصرتهم بقى كلهم. هاخد بقى ايه الشوايب دي، وانا عايزة بس محتاجة ايه عصير السفندي اللي نزل بس ده. تمام كده، هركنه على جنب واسيبه دلوقتي، وهنشوف بقى مقادير صينية الكيكة بتاعتنا الجميلة دي اللي هنعملها بالاستفندي النهاردة. مش هتاخد مننا 5 دقايق. هجيب الحلة كده وهبتدي ان انا اكسر فيها البيض. انا معايا 6 بيضات. على فكرة في ناس، سمعت ناس بتقولك ان الكيكة مبتبقاش حلوة لما تحط لها بيض كتير. المعلومة دي غلط يا جماعة. انا لما بعمل صينية صغيرة من اللي زي صواني البطاطس دي، بحط لها 3 بيضات او 4 بيضات بالكتير. ماشي. انا هعمل صينيه كبيره هتشوفوا حجمها دلوقتي. انا حطيت لها 6 بيضات بس، وطالعه جميله وتحفه. انا حطيت 6 بيضات وحطيت عليهم كيسين من الفانيليا. لو هتعملي صينيه صغيره يبقى كفايه كيس واحد. ال6 بيضات حطيت عليهم كيسين من الفانيليا. هحط عليهم معلقه كبيره من الخل. معلقه الخل دي على الكيكه بتفرق يا جماعه، بتخلي الكيكه بتاعتك بيضه وحلوه قوي جدا جدا. تمام. حطيت كده معلقة من الخل على البيض والفانيليا. وهحط ايه عصرة ليمونة، معايا نص ليمونة. هاخد ده ايه هعصرها كده، وهحط ذرة صغيرة من الملح، يعني شوية في طرطوفة المعلقة الصغننة كده مش كتير. تمام كده تمام كده. طيب حط معايا ايه تاني. انا طبعا جايبة كوباية كبيرة، الكوباية الكبيرة دي هي اللي هحط بيها المقادير كلها. تمام تمام. انا عندي هنا لبن رايب. تمام، كان عندي براد لبن كده وراب. قلت حلو قوي، خليني اعمل بكيكه. المهم اللبن بتاعي بص زي الزبادي واحلى من الزبادي كمان. شفت الجمال بتاعه؟ بصي والله يا جماعه اجمل من الزبادي. فانت لو عندك كوبايه لبن رايب من دي، اعملي بيها الكيكه بتاعتك وهتطلع 10/10. ما عندكيش بقى هاتلك علبه او 2 زبادي، حسب الصينيه اللي انت هتعمليها. ما فيش زبادي وما فيش لبن رايب، عندك لبن حليب، حط كوباية لبن حليب، يلا مش مشكلة هتطلع حلوة برضو. تمام كده. انا هفضي كده باللبن ده، هاخده كده في الكوباية. بصي انا مليت نص الكوباية الكبيرة ديت وحطيتها، بس لسه البراد فيه. هاخده كده بيبقى فيه شرش، طبعا بيبقى منزل شرش اللبن الرايب. هصفي كده عشان اقدر ان انا اخرجه بسهولة. كوبايتين اللبن الرايب دولت عملوا يعني ادوها طعم جميل جدا حلو جدا. انا بحبه اكتر من الزبادي، بحب اعمل بيه اكتر من الزبادي. تمام. انا حطيت نص كوبايه بالكبيره دي، والمتبقي هيعمل بتاع كمان نص كوبايه. تمام كده.
اهو بصوا بعد ما صفيت منه الشرش بقى ايه، بقى سهل معايا. انا كده كده هحطهم كلهم، فافضيهم بقى بالبراد كده بدل ما انا قاعده ايه احير في نفسي كده. تمام كده، يبقى عملوا معايا بتاع ايه كوبايه ونص او كوبايتين الا ربع من اللبن الرايب، الكوبايه الكبيره بتاعتي دي. بعد ما حطيت بقى البيض والفانيليا والملح، ذره ملح صغيره، واللبن الرايب والخل، هحط السفندي بتاعي عشان ننسوه. يبقى احنا كده بقى ايه، يعني هي مش هتبوظ، هي هتطلع كيكه برضو، بس بوظنا الوصفة بتاعت النهاردة. هاخد ايه كوباية الا ربع من الزيت، اهي كوباية الا ربع من الزيت بنفس الكوباية الكبيرة اللي انا حطيت بيها المقادير بتاعتي. كده ناقصنا ايه، كده ناقصنا حاجة واحدة، السكر. هاخد برضو بنفس الكوباية اللي انا عبرت بيها، هاخد بيها حوالي ايه كوباية ونص سكر برضو. وبرضو حسب يعني حسب اللي انت بتحبيه، بتحبها مسكرة بتحبها مظبوط، بتحبها عدبة، في ناس بتحبها عدبة على فكرة، فانت وراحتك. انا بالنسبة لي اولادي بحبها مسكرة، فهاخد كوباية ونص بالكبيرة دي. تمام كده، كده انا حطيت كل المقادير بتاعتي اللي انا محتاجاها. هبتدي بقى ان انا اقفل كده واهي اضربها بقى، اضرب كل الكلام ده مع بعضه لما خلاص بقى يبقى سايل خالص وجميل معايا كده. زودي بقى السرعة كده وايه، وسيبيه بقى لما ياخد ويدي مع بعضه كده ويبقى سايل معاك وحلو جدا. انا مش هعبر الدقيق، تمام، مش انا ما بعبرش الدقيق بتاع الكيكه، انا بحط المقادير السايله بتاعتي وبضربها، وبعد كده انا بحط دقيق زي ما تاخد حسب ما تقبل. تمام كده، انا طبعا نخلت الدقيق بتاعي، نخلته كويس خالص خالص خالص، ونخليه مره واتنين وتلاته قبل ما تستعمليه. بعد ما نخلت الدقيق بتاعي هجيبه بقى ايه، وابتدي ان انا احط حسب ما تقبل معايا، ما تكتريش، حط شويه في الاول كده، ولو احتاجت معاكي تاني ايه حطي. وطبعا ما تنسيش كيس محسن الكيك، علشان طبعا من غيره مش هتبقى كيك، هتبقى هريسه. تمام كده، حطيت كيس محسن الكيك فوق الدقيق، وهبتدي اضرب بقى ايه كل الكلام ده بقى ايه مع بعضه. على فكرة انا اول شوية دقيق حطيتهم، محطيتش غيرهم تاني، ولا طلعوا كتير ولا طلعوا شوية، سبحان الله طلعوا بالظبط، مع اني حطيت بالبركة كده يعني ما عبرتش ولا اي حاجة. انا حطيت شوية بالبركة كده ومرضتش اكتر، وقلت لو عوزت هحط تاني بقى، احط تاني معلقتين تلاتة زي ما تقبل. سبحان الله طلعت بالظبط. تمام كده، ابتديت بقى ان انا قلبتها كده ونزلتها بالمعلقة، وضربت فيها شوية كمان لحد لما بقت عجينة سايلة معايا خالص. طبعا انا دهنة الصينية بتاعتي اللي انا هستعملها زيت، ورشة فيها كده ايه رشة دقيق بسيطة. بصوا القوام بتاعه بقى حلو جدا. تعالوا بقى نجيب الصينية زي ما انتوا شايفينها مدهونة زيت وفيها رشة دقيق، انزل بقى الخليط بتاعي كله كده في الصينية، وابتدي ان انا اسويه في الصينية. بصوا الصينية زي ما انتوا شايفينها اهي، صينية كبيرة وحروفها مش عالية، الحروف اللي هي الوسطى، هي الصينية بتاعت اللي احنا بنعمل فيها بيتزا. هبتها هبدتين تلاتة كده، وطبعا انا مولعة الفرن ومسخناه، ودخلتها ونص ساعة، والجمال اللي انتوا شايفينه ده طلع معاكي. بصي هي طلعت معايا واخدة كل انواع الحلويات، كيكة، هريسة، بسبوسة، قولي عليها زي ما تقولي، المهم ان فيها كل الطعامة، يعني فيها كل الطعامة بتاعت كل الحاجات الحلوة دي. حتى بصي يعني حتى بصي وهي بتتقطع معاكي حاجة كده ايه ماسكة نفسها وحافظة مكانها. بصراحة اول مرة اقطع كيكة يعني ولاقيها بتتقطع معايا بالشكل ده، مش بتتهري، بتتقطع معايا بسهولة، مش بتروح وتيجي معايا كده، ماسكة نفسها وحلوة جدا. اللون بتاعها يخطف النظر، يعني لونها كده يشدك ان انتي عايزة تاكلي منها، بجد لونها حلو قوي قوي، يعني ما شاء الله، وريحتها مالية الشقة ومالية الشارع كله. يعني طبعا احنا عارفين ان ريحة الكيكة بتبقى مميزة ان هي بتطلع، بس ريحة الكيكة السفندي دي بصوا جامدة، بجد جامدة. اول مرة اعملها، بس بصراحة حبيتها واولادي حبوها، ان شاء الله مش هبطل اعملها.
وانتوا كمان جربوها وان شاء الله مش هتبطلوا تعملوها. بصي الحتة بتطلع يعني كأنك بتقطعي هريسة، بسبوسة، يعني بصي حاجات كده، بصي حلوة قوي، عجبتني، لا عجبتني بجد. بصي هوريكي بقى الجمال، يعني الجمال بتاع قلبها. بصي القعر ما شاء الله محني كده وجميل، والوش اصفر، يعني حاجة كده تاكلها بنفس. تعالي كده نكسر واحدة ونشوف القلب شكله ايه. بصي يا عيني يا سيدي على الجمال، حلوة بجد. بصي بطلعها بايدي سهلة، الصينية تحتها نظيفة. بصي شوفي بقى يعني القلب بتاعها ابيض وحلو جدا. بصي قلبها ابيض ابيض يعني ما شاء الله. لونها حلو، طعمها حلو، ريحتها حلوة، كل حاجة فيها بجد حلوة. جربيها. بصوا كلتلي 2 3 وانا واقفة، ولو كنت طولت التصوير شوية كنت هخلص الصينية وانا واقفة. فحاولت ان انا انجز في التصوير عشان اسيب شوية في الصينية للاولاد، من طعمتها من جمالها. بصي ما شاء الله. حطلي بقى لايك جميل للفيديو الجميل ده، ومش هقولك بقى اشتركي في القناة لو ما اشتركتيش فيها، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وعايزاكي تجربي الكيكة الجميلة دي وتقوليلي ايه رأيك في الكومنتات، بتاكلي كيكة او ولا بتاكلي هريسة ولا بتاكلي بسبوسة؟ انتي اصلا هتحتاري انتي بتاكلي ايه. فانتي كلي وميزي الطعم وقوليلي هي طلعت معاكي ايه. هي طلعت معايا كل الحاجات دي تمام كده ما شاء الله. بصي جمال، حاجة كده روعة ما شاء الله عليها والله بجد. هي انا قلت هجربها وزي ما تيجي معايا تيجي، عشان اول مرة بعملها، بس بجد فاجئتني وطلعت معايا احسن ما كنت متوقعة بجد. ان شاء الله تطلع معاكم انتوا كمان حلوين. اشوفكم في فيديوهات جاية كتير.